معانا فسحه. تلاقيهم بعتنا تتجسس علينا. تعالى اما نشوف حكايتها ايه. يلا يا فايز. ايه يلا يا فايزه؟ انا هز طولي على بنت زي دي؟ روحوا انتوا تتصرفوا معانا. خلاص خليكي. اسم الله عليها. تبعنا ولا تبع الإدارة؟ انتوا مش عارفينها ولا ايه؟ الست غاده مرات الشاطر حسن. انتوا ليه بتكلموني كده؟ انا عملت لكم حاجه؟ اخصى عليكم، هي مش زيكم ولا من طفكم، دي بنت ناس. انتوا عايزين مني ايه؟ الواحدة منكم تهمتها سرقة، تشرد، لم سبارس، لكن دي حرق. وحرقت مين؟ اختها. حكم ولاد الناس الكويسين يحرقوا بعضهم. كلاب مجرمين مجرمين. طب تعالي بقى، تعالي بقى، هقطع لها شعرها. تعالي ادعي مش كويسين. كفايه بس الدنيا كفايه هتموت في ايديكم. بس انت هتموت البنت هتموت في ايديكم. طيب امشي. غدا، فين الحكيمه اللي هنا؟ فين الحكيمه اللي هنا؟ عايز الحكيمه ليه؟ ما تكمل العلاج بتاعك يا دكتور احمد. ادي نتيجة النظريات الحديثة بتاعتك. دي نتيجة المعاملة القاسية بتاعتك. ربيتي في البنات الحقد والكره. تعرف انا لو منك اقدم استقالة واشوف لي شغلة تانية غير العمل الاجتماعي. يا سلام يا فندم، يا سلام. أول حدث من نوعه في تاريخ المؤسسات الاجتماعية. انا احب لما اقول حاجة لازم تتنفذ. اللي ما يعرفك يجهلك يا سعادة المديرة، بس خد جزاؤه، جنى على نفسه وعلى مستقبله. وعلى البنت المسكينة، هي فين دلوقتي؟ هي يا فندم فائتنا الإغماء، لكن هو اللي سقط مغشيا عليه. كلمتين قراهم في كتاب جاي يتفلسف بيهم. سليمان افندي، اكتب لي تقرير بالواقعة دي علشان نقدمه للمحكمة. عملته يا فندم من امبارح. النتيجة دي يا فندم أنا كنت متوقعها ومتنبئ بيها. هو الأستاذ أحمد خرج ولا لسه في المؤسسة؟ الظاهر يا فندم إنه راح لغدا في أوضتها. المجرم دائما يحوم حول جريمته. أرجوك ما تجينيش تاني. ليه عملت كده؟ حرام عليك. غادة، لازم تفهمي اني كنت عايز اساعدك. أديك ساعدتني. قلت لك من الأول، كنت عارفة إن ده هيحصل وبرضه خلتني أنزل. ما تزعلش، البنات دول لازم هياخدوا إذن. انا هكلم المدير. ملوش داعي. أنا مش هشوف حد تاني. مش هخرج من أوضتي أبدا أبدا لحد ما أموت. بس هسيبك دلوقتي عشان ترتاحي. انا هجيلك بكره يا غادة.
مش عايزه حاجه اجيبها لك معايا؟ ما تجيش يا استاذ احمد، اكتب التقرير اللي يعجبك، ما تحاولش تسالني ولا تعرفني ولا تجيني تاني. غدا، انا عايزك تنسي كل اللي حصل. لما اجي لك بكره نبقى نتكلم. تهنئتي القلبية يا أحمد بيه، لأول مرة يطبق عندنا في المؤسسة نظريات حديثة متطورة. انتوا كل حاجه عندكم هنا غلط غلط. بس البركة في سعادتك، سعادتك اللي هتصلح. وأرجوك عشان خاطري ما تتضايقش من اللي حصل. رواد التقدم لازم يواجهوا العقبات والصعوبات. الست المديره بتاعتكم فرحانه قوي. فرحانه ليه؟ عايز اعرف. يا فندم، عقلية متخلفة ونفسية معقدة. سعادتك لازم تبلغهم في الوزارة بالموقف السيء بتاع المؤسسة. موقف ايه؟ الدرجة بتاعتي يا فندم. يا فندم أنا بقالي 6 سنين في الدرجة السابعة، وعبد المقصود يا فندم دفعتي في البكالوريا بقاله 2 في السادسة. معقدني. طب بعدين؟ أعمل لسعادتك مذكرة عاجلة. طيب بعدين. تعالي هنا شويه. نعم افندم، يلزم خدمه. افتكر التصرف بتاعكم ده ما كانش صح. واحده زميلتكم نازله تلعب معاكم، ليه تقابلوها بالشكل ده؟ طب وانت مالك انت؟ صاحبها ولا قريبها؟ ولا يمكن معرفه جديده. انا هوريكم نتيجه تصرفكم ده. معلش يا سي الاستاذ، اللي ما يعرفك يجهلك. حضرتك شغال ايه يا بيه؟ انتوا المره اللي فاتت خدتوا اسبوع اجازه، المره دي هجيب لكم اسبوعين، وانتوا الاربعه بالذات. لا حلو ليه زعلان قوي زعلان قوي، باين عليه زعلان قوي تقلان قوي، تزعل. البنات دي لازم تاخد عقاب. انا هقدم لك مذكره باللي عملوه ولازم ياخدوا جزء. لازم دي ما تتقالش عندي هنا في المؤسسة. ارجوك تفهمي، اذا كان في خلاف بيني وبينك ما يصحش ياثر على تربيه البنات. افتكر دي مسؤوليتي. المحكمة معيناك لغادة مش لبنات المؤسسة. بس دول اعتدوا على غدا. انت اللي غلطان. ما تحاولش ترمي التهمة على بنات ابرياء مالهمش ذنب. ابرياء؟ يعني مش عايزه تديهم جزء؟ القسوة ما بتجيبش نتيجة. النظريات الحديثة بتقول إن التفاهم أفيد من الكذب. مسألة عندي يعني. تطور يا أستاذ. بنطبق النظريات الحديثة اللي درستها سيادتك. أنا مش قايل لك ما تقوميش من السرير النهارده؟ ده انا لسه قايمه حالا اهو، مفيش 5 دقايق بس قبل ما تيجي. طب واللي بتعمليه ده؟ ولا حاجه، بس اصل المكواجي لما خد قمصانك ما جابهمش لغايه دلوقتي، قلت اكوي لك قميص يمكن تحب تخرج بعد الظهر. يعني مفيش فايده؟ مش هتبطلي شغل لما اسيب لك البيت؟ طب خش الى هدومك على بال ما احضر لك الاكل. عامله لك النهارده محشي ورق عنب. ورق عنب؟ يعني طول النهار بتشتغلي في المطبخ؟ طب مش هتغدى خالص بقى عشان اريحك؟ هو جرى ايه
ايه يا احمد؟ ايه بس اللي حصل؟ اللي حصل ان الدكتور قايل لك لازم ترتاح يا ماما، لازم ترتاح. وبعدين الدواء بتاع الساعه 1 خدتيه ولا لا؟ حاضر حاضر، هاخده عشان ما تزعلش. يعني يا ماما لا دواء بتاخديه ولا دكتور بتسمعي كلامه ولا عايزاني اجيب لك حد في البيت عشان يساعدك. انا مش عارف اعمل معاك ايه ولا ايه بس. مالك يا احمد؟ رجع من بره متضايق ليه؟ انت راجعه من بره باين عليكي مبسوطه ومنعنشه ومفرفشه. اللي هيبسطني يا عزيزه. لازم اكلمك في التليفون. هو مين ده؟ عادل بيه الحلواني طلبك من شويه، قلت له الحقها في المؤسسه. عايز ايه؟ الظاهر والله اعلم ان عايز يتفق معاك على ميعاد كتب الكتاب. انا 100 مره قلت لك ما تدلوش وش. الله، هو الراجل ماله يا ست؟ انت مش قايله لي بعظمه لسانك ان مركزه كبير قوي عندك في الوزاره؟ قلت لك 100 مره ما تقوليليش الكلام ده. كل ما تلاقيني مبسوطه لازم تنرفزيني. هلو، ايوه اهلا يا عادل بيه. ايوه موجوده. لا مؤاخذه يا بيه، موجوعه، اللوز بتوجعني. ايوه يا بيه. ها؟ لا، هي عقبال امالتك معزومه على ملوخيه خضراء عند خالتها. حاضر يا بيه، اما تيجي اقول لها مع الف الف سلامه. اهو كل ما يطلب اتصرفي معاه بالشكل ده. تبقى حاطه عينك على حد تاني. فعلا فعلا؟ طب مش تقولي لي 20 سنه معاكي على الحلوه والمره والاخر تخبى عليا يا استمونه. عايزه تعرفي هو مين؟ اللي اسمه احمد. انا النهارده اديته اول درس وبكره هكمل. الست المديره بتقول لك فوت عليها قبل ما تروح لغالي. الناس كلها بتتكلم على سعادتك يا فندم، علم وتواضع وكمال. والله يا فندم والله عمري ما كدبت ولا جاملت ولا نفقت، وده يمكن يا فندم اللي مأخرني 6 سنين في الدرجة ال7. وعبد المقصود افندي دفعتي في البكالوريا بقاله 2 سنين في ال6 معقدني. صباح الخير. صباح الخير. اتفضل يا استاذ احمد. روح انت دلوقتي يا سليمان افندي. حاضر يا فندم. استاذ احمد، حضرتك خرجت امبارح قبل ما اخلص كلامي. انا برضه لسه ما خلصتش كلامي. استاذ احمد، انت فاكر ان معاك قرار من المحكمة تتصرف في شؤون غادة زي ما يعجبك؟ القرار عندك، ممكن تقريه تاني كويس. القرار ده انا كان ممكن ارفضه، وكان ممكن اقدم استقالتي من المؤسسة خالص. تعرف انا قبلت انفذه ليه؟ علشان مصلحتك انت قبل مصلحة اي حد تاني. عايزاك تفهم ان اللي بتقراه في الكتب حاجة واللي بيحصل في الحياة حاجة تانية. ارجو انك تكون استفدت من الدرس ده. ما بتردش ليه؟ رد ان غادة بكره هتنزل الفسحه مع البنات. ما اقدرش، كفايه المره اللي فاتت. غادة، انا عايزك تفهمي ان اختلاطك بالبنات هنا يهمني جدا. انا بعمل كل ده عشان مصلحتك. وانا ما اقدرش انزل تاني مهما حصل. غادة، انا مش عايزك تعرفي اليأس ابدا. اوعي. لازم الانسان يحاول مره واثنين وثلاثه لحد ما يوصل. ما تحاولش تقنعني بحاجه مش هعملها. اسمعي بقى يا غادة، انا عندي هموم كفايه ومش ناقص. اذا صممتي على رايك هتخلى عن المأموريه كلها. هطلب من المحكمه تعين حد تاني. وتسيبني يا استاذ احمد؟
آي يعني يعني ماما مالك يا ماما؟ صحيتك يا احمد غصب عني يا ابني. خد يا ماما. خدت 3 مفيش فايدة. هطلب الدكتور. لا طول بالك يا احمد، دلوقتي هيروح الوجع. احنا بقينا وش الصبح، كلها 2 3 والنهار يطلع. ما انا ما اقدرش اشوفك كده واستنى. انا خلاص بقيت كويسة. روح نام انت يا احمد، روح يا ابني، انت وراك شغل. انا مش رايح الشغل. وانا عيلة صغيرة يا احمد تسيب شغلك وتقعد جنبي؟ يا ماما شغل ايه بس؟ مش مهم الشغل. ده انت قايل لي ان بكرة عندك ميعاد مهم. مفيش حاجة اهم منك يا ماما. ايش بلاش قلة ادب؟ لا انت زودتها قوي. يا اختي انا ما بحبش قلة الحياة دي. في ايه يا عزيز؟ الجدع اللباب اول ما فتحت له الباب اتطلع فيا كده يا اختي وقال لي ايه؟ صباح المهلبيه، صباح القشطه، صباح اللبن الحليب. انت مش هتبطلي الجنان بتاعك ده. انا ابطل ولا هما؟ هو ايه يا اختي؟ ده امبارح المعلم مدبول بتاع الطعميه سمعني شويه كلام. هو عشان ما ربنا مديني شويه حلاوه يقوم يطمعوا فيا بالشكل ده؟ يا عزيزه انت مش صغيره على الكلام. شوف يا ست، انا قلت لهم ما حدش يكلمني، اللي عايزني يكلم الست منى يتفق معاه على المهر والشبكه. قولي لي يا ستي، ما حدش كلمك؟ ما فتح لك سيره حاجه؟ بقى لي 20 سنه بقول لك الجمله دي. يا سلام يا عزيزه يا سلام، ده انت وجعت دماغي، انا مش فايقالك، انا في دماغي مليون حكايه. مفيش غيره، مفيش غيره اللي اسمه احمد ده، هو اللي مزعلك ومنكد عليك. ده انا اللي هجننه، مش هخليه يسيب المؤسسه بس، ده انا هخليه يستقيل ويقعد في البيت. هو احنا الساعة كام دلوقتي؟ تيجي لها 9 10. انا عايزة اعرف بالظبط. يعني وراك الميعاد، ما هي كلها محصلة بعضها. خالة زكية، انت لسه زعلانة مني؟ ما يجيش من وراك الا الأذية. صدقيني لو معايا فلوس كنت اديتك اليومين اللي خصمتهم منك المدير. وهي رجعت لك الكتب وانا الخصم ماشي. اما يجي الاستاذ احمد هخليه يكلمها. ايوه عشان تخصم بقية الشهر. دول واقعين مع بعض كده، مش قادر يحط رجله في المؤسسة بقاله كام يوم. هو مش خايف منها. انا عارفة هو ما بيجيش ليه، علشان زعلان مني. أنا شايف إن ما عندكيش أي حاجة الحمد لله. مش قلت لك يا احمد ان انا بقيت كويسة؟ يلا يلا يا ابني عشان تروح تشوف شغلك. إنما زيادة في الإطمئنان برضو هنحاول إن إحنا نعمل لك شوية تحاليل بسيطة. تحاليل ايه يا دكتور ولزومها ايه بس؟ ده انا عندي تحاليل قد كده.
شوف كل اللي انت عايزه يا دكتور عادل. اشكرك. لزومها ايه التحاليل دي يا ابني؟ الفلوس دي كلها انت اولى بيها، بس مصاريف. بلاش الكلام ده دلوقتي يا ماما. استاذ احمد، هي هتمشي ان شاء الله على نفس العلاج لغايه ما نشوف نتيجه التحليل ده. عن اذنكم. اتفضل. اتخلى عن المأمورية كلها واطلب من المحكمة تعين حد تاني. البوسطة خلاص يا فندم. سليمان افندي، هو الاستاذ احمد جه المؤسسه النهارده؟ ما جاش يا فندم. يا فندم انا كنت عارف ومتأكد انه مش هيدخل المؤسسة بعد اللي حصل. سعادتك يا فندم في منتهى الحكمة ومنتهى الحزم في نفس الوقت. واحد زي ده جاي على اخر الزمن يقول لي صح وغلط. يا فندم مستقبله في العمل الاجتماعي انتهى، في المؤسسة وخارج المؤسسة. أنا يا فندم امبارح كنت في الوزارة ومالهمش حديث غير الموضوع ده. هم عرفوا في الوزارة؟ مين اللي قال لهم؟ أنا يا فندم، أنا اللي بلغت كل الجهات المسؤولة. فت على عبد المقصود أفندي، حاكم يا فندم، هو زميلي دفعتي في البكالوريا، بس أنا لسه يا فندم في الدرجة السابعة وهو في الدرجة السادسة بقاله سنتين يا فندم، معقدني. سيبنا من الدرجة دلوقتي يا سليمان أفندي. قول لي مين اللي عرف في الوزارة؟ وقلت لهم إيه بالظبط؟ قلت لهم يا فندم إن عندنا الست المديرة كتلة من العلم والذكاء والنبوغ، وإن اللي اسمه أحمد ده كان عايز غادة تختلط ببنات المؤسسة، فالست المديرة حاولت تنصحه فلم ينتصح، فتركته ليسقط في الهاوية التي حفرها بنفسه لنفسه. واللي يغيظ أكتر إنه عايز غادة تنزل الفسحة. ده إيه ده؟ ما عندوش دم؟ ولا عقل يا فندم، لا دم ولا عقل. كان نفسي النهارده يجي المؤسسة. هيجي يا حبيبتي، هيجي، طولي بالك. ده لما اتكلم في التليفون كان صوته بيتنطط كده من الفرح. هو مين ده اللي اتكلم في التليفون؟ عادل بيك الحلواني، اتكلم من كام يوم. أنا بكلمك على أحمد اللي عامل نفسه خبير في الأحداث، أهو هرب ما قدرش يكمل. هو أنت ما تدوريش على الرجالة إلا عشان تتنقري معاهم؟ ما أحبش حد يقف قصادي. خلاص يا حبيبتي، وقفيني أنا قصاده وشوفيني أنا هعمل لك إيه. النهارده سليمان أفندي راح حكى لهم كل حاجة في الوزارة علشان يعرفوا النظريات الحديثة بتاعته. أنا حبيت سليمان أفندي ده من كتر كلامك عليه، قلبي اتفتح له كده. أنا عملت تقرير وهقدمه للمحكمة علشان القاضي ما يبقاش يوافقوا على كل حاجة يطلبها. هو أنا كل ما أكلمك على حد تقولي لي أحمد أحمد أحمد؟ أنت إيه حكايتك معاه؟ لازم أقدمه، هعرفه قيمته في المحكمة والمؤسسة والوزارة كمان. والله أنا خايفة من الجدع ده، وعلى رأي المثل ما بحبة إلا بعد عداوة.
الصنف ده بقى كنت بعمله لاصحابي في فرنسا. وريني اتفضلي. ده ايه اللي انت عامله ده؟ دوقي بس هيعجبك. هات الامر لله. طعم يا خلاص من هنا ورايح بقى تسيبي لي انت المطبخ. ايوه، وانا بقى اروح المؤسسه والوزاره كمان. يا ده انا بقالي مده ما رحتش مكتبي في الوزاره. انا دلوقتي بقيت كويسه، من بكره بقى ان شاء الله تروح لشغل. ايوه عشان ترجعي تاني تتعبي نفسك في شغل البيت. قلت لك مش هعمل حاجه، ليك عليا يا سيدي ما اطلعش من اوضتي، بس انت روح شغلك ما تعطلش مصالحك. انت كل مره بتقولي كده يا ماما. يعني هتقعد جنب العمر كله؟ لغايه ما تبان نتيجه التحاليل واطمن عليكي. عادل بيه، اهلا وسهلا. انا متشكره على سؤالك باستمرار. الحقيقه مش ضامنه ظروفي في البيت. انا هنا في المؤسسه في اوقات العمل. متشكره قوي. مع السلامه. سليمان افندي، الاستاذ احمد ما جاش النهارده؟ وما كلفش خاطره وكتب اعتذار. بيروح مكتبه في الوزاره؟ امبارح يا فندم انا سالت عبد المقصود افندي، حكم يا فندم هو دفعتي في البكالوريا، بس هو في الدرجه السادسه بقاله سنتين، معقدني يا فندم. هو الاستاذ احمد بيروح مكتبه في الوزاره ولا ما بيروحش؟ ما تتكلمش كتير يا سليمان افندي. ما دخلش الوزاره يا فندم من يوم ما طرد من المؤسسه. انت لسه ما اكلتيش؟ هو انا هفضل رايحه جايه عليكي كده؟ شيلي الاكل. طب كلي لك حتى بيضه. ماليش نفس. يا بنتي حاجه تسند قلبك، ده انت ما اكلتيش لا امبارح ولا النهارده، عشان تعرفي تسندي طولك. هتعيشي ازاي من غير اكل؟ انا عايزه اموت، انا عايزه اموت علشان استريح. ما انا ما اقدرش اشوفك بالحاله دي واسكت، انا لازم ابلغ الست المديره. قولي لها ان شاء الله حتى تموتني، انا ما بقاش في حاجه تهمني. قولي لي ايه اللي مضايقك بس يا غاده، انا برضو زي والدتك. الاستاذ احمد ليه ما بيجيش؟ ده النهارده 5 يوم. انا عايزه اعرف السبب، وانتي قلتي لي المره اللي فاتت انك هتسالي. بيقولوا الست المديره ادته جزاء ونقلته على بره. تديله جزاء؟ ليه؟ ده مش تبعها، ده بيشتغل في الوزاره والمحكمه هي اللي معيناه. ودي بيهمها؟ دي ما يقدر عليها الا ربنا. اصله اخر مره طلب مني اني انزل فسحه مع البنات وقلت له لا، هو ده اللي مزعل. يوم يقطع كده مره واحده. يا ريتني طوعت ونزلت فسحه معاهم. كانوا هيضربوكي تاني. مش اكتر من اللي انا فيه. ده انت على نياتك قوي يا بنتي، ربنا يستر عليكي.
ماما، انت من النهارده تقومي من السرير وما تبطليش شغل ابدا. ربنا يطمنك يا احمد. ثبت ان اللي عندك ده اسمه تمارض. ايوه، يعني لو انت موظفه عندنا في الوزاره يدوكي 10 ايام خصم. مش تفهمني ايه الحكايه؟ التحاليل كلها طبيعيه اهي، يمكن في نسبه املاح بسيطه بس. مش معقول يا احمد. امال الوجع ده اللي بيجيني ايه؟ الدكتور قال لي ان العلاج الوحيد تشوفوا لها عريس. ايه رايك بقى؟ انا اللي عايزه عريس ولا انت اللي عايز عروسه؟ انا موافق. نشوف عروسه يكون ليها ابن كويس، هو ياخد امي وانا اخد امه. هو انا كل ما اجيب لك سيره الجواز تلف وتدور ليه؟ انت من بكره تستلمي المطبخ وكل يوم محشي ورق عنب. يا حبيبي، وانت من بكره بقى تروح شغلك وكفايه اجازات. اهلا 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 استاذ احمد. اهلا. استاذ احمد، ازيك يا نبيل؟ انا هعمل كل حاجه تقولي عليها، بس ما تسيبنيش. انا ما جيتش عشان كان عندي ظروف. لا، انت زعلان عشان ما رضيتش انزل فسحه مع البنات. هارجوك يا استاذ احمد، حتى لو زعلت مني بعد كده اعمل اي حاجه، بس بلاش تسيبني. غادة، انت مالك النهارده؟ انا كنت خايفه لما تجيش تاني. افرضي حتى اني ما جيتش. لا، ما تقولش كده، اوعى تفكر في كده. انا ما بشوفش غيرك بالليل وبالنهار. لو مشيت انت يفضل لي ايه؟ زميلاتك في المؤسسه، بابا وماما واختك سعاد. ارجوك يا استاذ احمد بلاش السيره دي. خلاص، خلينا في بنات المؤسسه. انا عايزك تلحقي الفسحه معاهم دلوقتي. بلاش النهارده. وبعدين معاك يا غادة. طيب هنزل، بس اما نتكلم شويه. شوف انا بقالي قد ايه ما شفتكش. تلحقي الفسحه الاول وبعدين نكمل كلامنا. يلا. يلا. تيجي معايا. ايه الفايده؟ انا عايزك انت تتعامل. هيقولوا لي اللي حرقت اختها. رد عليهم، ما تسكتيش، انت احسن منهم. يلا. استناني هنا، ولو شفتهم ضربوني اخرج على طول، ما تستناش زي المره اللي فاتت. طب يلا. يلا. يا بنات الحقوا الحقوا الحقوا، غدا والشاطر حسن. جرايه يا بنت فتحيه، ايه انت كل شويه عايزه تولعيها حريقه ولا ايه؟ البنت بعد ما خدت العلقه لها عين تنزل. يعني ايه يا اختي؟ انتوا عايزين منها ايه؟ انا مش عايزه منها حاجه، ماليش دعوه بيها. خدوها وسيبوا لي الشاطر حسن. يا سلام، دمه خفيف قوي يا فايزه، وخصوصا اما يشخط وينطر. الله. طب اسكتي اسكتي بقى، اهو مش جاي معاه عشان تستريحي. البنت نازله لوحدها، البنت مش خايفه، مستهيفانه، بس انا المره دي هقطع رجليها. كلمة واحدة، كلمة واحدة، محدش له دعوة بيها. جرايه يا فايزه، انت مالك نكديه ليه؟ واحنا هنموتها بصحيح؟ احنا بنتسلى. يلا معانا. يلا 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 انت يلا. هلي هلالك، انت ظهرت جميل. ايوه،
انت عايزه مني ايه؟ الله 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 الله، دي بتشخط وتنطر اهو، ولسه يا ما هنشوف. شوفوا بقى، اسمعوا، لو اي واحده فيكم اتكلمت كلمه زياده والله لموتها من الضرب. اموتها من الضرب ولا احرقها؟ دي تخصصات يا حبيبتي. الله، ايه اللي لابساه ده؟ اما شوف ولاد الناس بيلبسوا ايه، وريني. دهب دي يا اموره. وبتساليها ليه يا بنت؟ ما نشوفها على راحتنا. هاتي السلسله. اوعي كده، لا يا ماما مش هديك السلسله. انت يا بت هات السلسله. لا كلمه واحده، هات السلسله. ايه؟ هات سلسله. عايزه تركنيها لوحدك تتقسم علينا كلنا. هاتي. خد يا فايزه. اي حد يجي ناحيه غاده كانه اتعرض لنا شخصيا. يلا بقى تهوي انت وهي. يلا يا حبيبتي اتطرق، مش عايزه اشوفكوا قدامي. طب يلا 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 يلا. خد يا غاده. ما تيجي نلعب شويه سوا مع بعض؟ معلش انا هدخل اوضتي دلوقتي. طب على راحتك. برافو برافو برافو. ما تتصوريش انا فرحان بيك قد ايه. بس انا زعلانه منك، شايفهم بيخطفوا السلسله وبيضربوني وبرضه ما خرجتش. انا سبتك عشان كنت واثق فيكي. ده لولا البنت اللي اتخانقت علشاني كانوا زمانهم موتوني من الضرب. طب ليه هي عملت كده؟ واشمعنى المره اللي فاتت سابتني لوحدي؟ عشان المره اللي فاتت ما حاولتيش تدافعي عن نفسك. الانسان لازم يبتدي الاول وبعد كده الناس تقف معاه. تعرف يا استاذ احمد، انا مش متضايقه المره دي. يعني هتنزلي الفسحه بكره؟ بس تبقى انت موجود. هو في حاجه كمان كنت عايز اكلمك فيها. والدتك ووالدك واختك. ما تجيبليش سيرته ارجوك يا استاذ احمد، ما تجيبليش سيرته. ليه يا غالي؟ وما تسالنيش ليه، ارجوك يا استاذ احمد ما تجيبليش سيره الموضوع ده. طب ايه رايك بقى ان الموضوع ده اهم من نزولك الفسحه؟ ما اقدرش اقابلهم ولا هم عايزين يشوفوني. ازاي يا غاده؟ دول اهلك، ابوكي وامك واختك. استاذ احمد حرام عليك، انت ليه عايز تموتني؟ غاده انت مكبره الحكايه قوي. مهما كان اللي حصل انت بنتهم. ما بقتش بنتهم. هو عمر الدم يبقى ميه؟ طب شوف كده، شوف دفتر الزيارات من ساعة ما جيت المؤسسة هنا، إذا كان حد منهم جاني ولا سأل عليا. كويس كده، كويس اللي حصل ده. يا فندم والله البنات ضربوها بس ما اغماش عليها. انا بتكلم عليه هو، لسه بيقاوح وعايز ينزلها فسحه. المرة الجاية يا فندم نوصي البنات يضربوها ضرب مبرح. ده هو اللي عايز الضرب مش هي. خلاص يا فندم نخلي البنات يضربوها هي وهو. ايه اللي جابه تاني؟ مش كان ساب المؤسسة جاي علشان يتحداني ويمشي كلمته عليا؟ العفو يا فندم. مرة يجيب لها الكتب ومرة ينزلها فسحة. المرة الجاية هيقومني من على مكتبي ويقعد بدالي. يا فندم الغلط كله من البنت اللي اسمها فايزة، هي اللي منعت عنها الاعتداء. أنا بقول يا فندم نعمل لها تحقيق ونديها جزا. نديها جزا ليه يا سليمان افندي؟ فايزة اتصرفت صح، نديها جزا ليه؟ عشان حسن سلوكها يا فندم. حاضر يا فندم. ايوه حاضر. طب يا فندم مع السلامه دلوقتي. مين اللي كان بيتكلم يا وداد؟ لا ابدا، ده الظاهر ان ما التليفون. تكتبيش عليا، انا سامع الكلام. ده
ده واحد بيسأل في التليفون عن غادة. الظاهر المحكمة معيناه عشان يدافع عنها. ايوه، المحكمة هي اللي حطاها، والحمد لله. اهي سعاد بقت كويسة وكلها كموم وتخرج من المستشفى. عاوزة تقول ايه يا وداد؟ ابدا يا مرسي، وانا قلت حاجة؟ احنا ملناش دعوة بالبنت دي. يسألك عنها قولي لهم انها مرسي. ما هو كل حاجة لازم تعرف. انا لازم اروح النيابة واتكلم. لحد دلوقتي ما حطيتش السؤال. عايزهم يعملوا فيها ايه اكتر من اللي هي فيه؟ يبعدوا عننا خالص، ما يكونش ناحيتنا. لو كنت موجود يوم الحادثة كنت قطعتها حتت. حقيقة أنا مش عارفة إزاي غادة عملت كده. أنا مش مصدقة لحد دلوقتي. ده طول عمرهم متربيين مع بعض وبيحبوا بعض قوي. انت لسه بتدافع عنها؟ اسمعي يا وداد، البنت دي هي اللي هتكون بيني وبينك. السلام عليك يا مرسي. يعني أنت شفتني رحت لها ولا سألت عنها؟ ما من يوم اللي حصل وهي مرمية في المؤسسة ومحدش عارف عنها حاجة. السيد مدير عام الإدارة الهندسية في مكتب سعادتك يا فندم. عادل بيه الحلواني؟ هو يا فندم الحلواني بيه. أنا قلت له إن سعادتك بتمر في المؤسسة، وفهمته إن الست المديرة بتاعتنا بتهتم بالعمل الميداني عن العمل المكتبي. ليه قلت له إن أنا هنا؟ كان لازم تستأذني الأول. خلاص يا فندم، نقول له إن سعادتك خرجتي. طيب أنا رايحة مشوار. طب مش كنت تستني لما تعرفي الاول هو جاي ليه؟ أنا عارفة الكلام اللي هيقوله، كلام ما يعجبنيش وما أحبش أسمعه. يعني تقعدي طول العمر من غير جواز؟ تفتكري إن أنا هتجوز تاني يا عزيزة بعد اللي حصل؟ يا حبيبتي 15 سنة ومش قادرة تنسي. يجازيك يا شريف انت وكوثر. لو نسيت شريف وكوثر هنسى أبويا كمان. الله يرحمك يا حاج كامل. أنا السبب في موته، أنا السبب. ما تقوليش كده يا حبيبتي، هو في حد بيموت ناقص عمر؟ دي الأعمار بيد الله. اللي زيك كتب عليها الشقة طول عمرها. افتحي يا ست منى، افتحي، ده انا وزة عزيزة حبيبتي. بتقفلي على نفسك بالمفتاح مني. جرى ايه يا ست منى؟ مش انا عزيزة بتاعت زمان برضه؟ اسمعي يا عزيزة، أنا مش عايزاكي أبدا تجيبي لي سيرة الجواز. بس انا صعبان عليا يروح من ايديك الجدع. زي ما بتقولي حضرتك راجل مبسوط ومركزه كبير عندكم. أهو كل راجل بشوفه شريف وسليمان وأحمد وعادل. بقى هتجيبي المخسوف شريف زي عادل بيه. أهو كلهم رجالة. لا يا حبيبتي، المرة دي بقى نسأل ونستقصى كويس قوي زي بقية الناس. مهما كان كويس دلوقتي هيتغير بعدين. وايه اللي هيغيره يا ست منى؟ أنا اللي هخليه يتغير. أنا عارفة نفسي كويس، عارفة نفسي كويس أوي، عارفة نفسي كويس. امبارح يا فندم أنا اتصرفت مع عادل بيه الحلواني بمنتهى الكياسة واللباقة. اوعى يكون فهم إن أنا لسه في المؤسسة. إطلاقا يا فندم، إطلاقا. ده مشي في منتهى الانبساط. خارج هو بيدعي لك يا فندم. أي والله بيدعي لك. حاكم الكبير والصغير يا فندم لازم يعرف مقامك ويقدرك. هي البنت غدا نزلت الفسحة النهاردة؟ 5 دقايق يا فندم، ولولا إن الأستاذ أحمد تدخل
كان البنات اعتدوا عليها بالضرب للمرة الثالثة. يعني مشى اللي في دماغه. على العموم يا فندم سعادتك عاملة مذكرة بالغة الحكمة، ولابد ان المحكمة توافق على منع غادة من الاختلاط ببنات المؤسسة. ما تبعتش المذكرة يا سليمان افندي. انا عايزاه يتورط اكتر واكتر لحد ما يقضي على روحه. انا والله يا فندم كنت هقول لسعادتك كده. على العموم ننتظر لحد ما تفشل التجربة تماما وبعدين نختار المحكمة. قريت الكتاب ده يا غادة؟ ده انا تقريبا حفظته وقريتي بعد الغروب؟ مرتين. انا خدت جايزة العربي في المدرسة، قصدي ايام ما كنت في المدرسة. غادة انا مش متصور، مش مصدق انك انت ممكن ترتكبي جريمة زي دي لمجرد ان اختك ضربتك بالقلم. انت وعدتني مش هنتكلم في الحكاية دي. ارجوك يا استاذ احمد، كفاية اللي انا فيه. مش ممكن البسمة الرقيقة دي تتحول لعاصفة في لحظة واحدة، مش ممكن. ده ممكن. السما احيانا بتبقى صافية والشمس طالعة وفجأة بتغيم وبتمطر. لا لا، الحكاية فيها لغز ولازم هعرفه. انا قلت كل حاجة في التحقيق. بس والدك لسه ما اتسألش لحد دلوقتي. كل ما يبعتوا له يلاقوه مسافر. ويسألوه ليه؟ ما حدش يسأله، هو ما كانش موجود يوم الحادثة وما يعرفش حاجة عنها. بس يعرف كل حاجة عنك. أنا عملت جريمة ومعترفة بيها. غادة أنا عايز أشوف أهلك. أستاذ أحمد اوعى تفكر في حاجة زي كده علشان خاطري. أنت ليه خايفة من الحكاية دي؟ لو رحت لهم يا أستاذ أحمد مش هتجيني هنا تاني. ايه اللي جابه؟ جاي عايز ايه؟ علشان خاطري يا مرسي. انا هقول له كل حاجه. انا عاوز اخلص البت دي، مش عاوز حد يجيب لي سيرتها. يا مرسي يا مرسي، ما حدش هيجيب لك سيرتها، بس ملوش لزوم الكلام ده. مفيش حاجه بتستخبى. طيب طب بقول لك ايه يا مرسي، علشان خاطري لما تيجي المره الجايه اقدر اروح المحكمه والمؤسسه وقول كل اللي انت عايزه. وانت ما قلتيش الحقيقه ليه لما سالوكي في التحقيق؟ ليه خبيتي عليهم؟ معلش يا مرسي، اللي حصل حصل. احنا دلوقتي في الراجل اللي مستني بره ده. تعال يا مرسي تعال. أهلا وسهلا. أنا مكلف من المحكمة بعمل تقرير عن ظروف غادة. التقرير ده هيبقى الأساس في الحكم عليها. اسمع يا استاذ، البنت دي حرقت اختها. احبسوها، اشنقوها، افرجوا عنها، انتوا احرار، بس ابعدوا عننا. طول بالك يا مرسي. امال انت شفتها امتى يا استاذ؟ لازم تعرفوا ان غادة عايشة في ظروف صعبة. انتوا ما بتزوروهاش ليه؟ قلت لك اتفضل يا استاذ، احنا مالناش دعوه بيها. استنى بس يا مرسي، طول بالك. امال ادي احنا اطمنا على بنتنا سعاد، يمكن ربنا يطمنا على دي اخرى. ادخلي جوه يا وداد. الله يا مرسي، انا مش هدخل جوه قبل ما اطمن على بنتي واعرف هي عامله ايه. اذا جبت سيره البنت دي تاني هتكلم واقول كل حاجه.